الآن ينضم لنا سمو الأمير عبد الرحمن مساعد رئيس نادي الهلال. مساء الخير سمو الأمير. مساء الخير اخوي عيد، انا اسف ما ادري مين اللي معك، اكلمك بالسياره وما ادري مين الضيوف اللي معك. معنا يمكن الأستاذ محمد البكيري نائب رئيس تحرير جريدة الرياضي ضيف. والنعم في اهلا وسهلا، كيف الحال اخوي محمد؟ يمكن محمد الآن يمكن ما يسمعنا، لكن سمو الأمير ما عليك زود يا طول العمر، ما عليك زود، الساعة المباركة نسمع صوتك. الله يسلمك. سمو الأمير، يمكن احنا عرضنا تقرير بما أنك في السيارة قبل ويمكن ما تشاهد البرنامج، عرضنا تقرير عن موقع تويتر أنا أقدر أسميها الموضة الجديدة لرؤساء الأندية في التواصل مع الجماهير. الحقيقة يمكن كان لك الأسبقية في المجال وكان في تفاعل كبير، حتى أني ذكرت يمكن أنه صفحة الأمير عبد الرحمن مساعد أصبحت مصدر للبرامج الرياضية وللصحف أيضا الرياضية. أنا أبغى أول شيء أشوف تجربتك حتى ولو أنها قصيرة في هالمجال، كيف تقيمها؟ كيف شفت يعني التواصل مع الجمهور؟ كيف يعني هل تحس أنها فعلا خدمت نادي الهلال وخدمتك؟ والله شوف بقول لك على شيء اخوي عيد، المساله بالنسبه لي بس اوضح نقطه مهمه، احنا ما يعني انا من خلال تويتر على فكره ما اعلن اخبار تعاقدات. يعني مثلا ما يمكن اقول في تويتر مثلا انه تعاقدنا مع اللاعب الفلاني او تعاقدنا مع المدرب الفلاني. هذه نتركها للمركز الاعلامي، ولكن مثلا يعني الهدف الحقيقه من دخولي لتويتر هو التواصل مع جمهور، يعني حتى مو بجمهور الهلال فقط، حتى جمهور الشعر. يعني انك انت يكون عندك تواصل سريع، تعرف ارائهم، تستمزج ارائهم، تعرف وش يفكرون فيه، انتقاداتهم، اقتراحاتهم، هذا هو الهدف من الموضوع. تواصل مباشر يعني يغنيك عن محاولة جسد نبض الجمهور أو محاولة معرفة رأيه من خلال منتديات متعددة أو من خلال وسائل متعددة، كأنك تلتقي مع الجماهير يوميا بشكل مباشر. ولكن أنا أؤكد لك أنه إحنا مثلا أخبار التعاقدات ما نعلنها، ممكن ننفي أخبار واردة مثلا، ممكن نجيب على بعض الأسئلة، ولكن أنا مثلا ما يمكن أن أنا مثلا أقول إن مثلا بنتعاقد مع المدرب الفلاني يعني أو بنتعاقد مع اللاعب الفلاني، هذا ما يمكن يحصل، هذا دور المركز الإعلامي يعني. هذا يمكن يطرح سؤال. أنا حقيقة يمكن قريتها في بعض المقالات وشفت يمكن بعض المقالات. بالطبع أنا شاهدت حقيقة يمكن كثير من الإشادة بهالخطوة، لكن يمكن بعد فشل المفاوضات مع السنغالي لاعب الفريق الدنماركي وإعلانك يمكن نداي عنها أمس، أعتقد أنه شاهدت يمكن مقالين يتحدثون يعني بانتقاد أنه هذا فيه تهميش للمركز الإعلامي، وأنه هذا فيه يمكن تسريب لمفاوضات الهلال، يعني أشياء مثل كذا. حتى أنه بعض المقالات يمكن شاهدت يمكن فيها مطالبات يمكن للأمير عبد الرحمن مساعد بإغلاق هذه الصفحة. أشكرك على هالسؤال عشان أوضح نقطة غاية الأهمية. بالمناسبة إحنا لم يعني أبدا مش إحنا اللي سربنا خبر مفاوضاتنا مع اللاعب السنغالي. الخبر هذا تسرب عبر الاخ بتال القوس اللي كان عنده مصادر الحقيقه الممتازه، يعني تعرف بتال انا يعني اسمح لي اشيد فيه من خلالكم، اعلامي متميز. استطاع ان يحصل على المعلومه هذه، احنا لا اكدناها ولا نفيناها ولا تكلمت في الموضوع هذا في تويتر الا لما الصفقه وصلت لطريق مسدود عشان اوضح التفاصيل، ولكن ما تكلمنا عنها. يعني مو احنا اللي سربنا الخبر، بل على العكس، حتى لما تسرب الخبر لم نعلق لا بالسلب ولا بالايجاب، لا من عبر الصفحه ولا عبر حتى المركز الاعلامي. والمركز الاعلامي لا يمكن، يعني قد قلتها من قبل، حتى اخوي عيد اذكر اني تناقشت معك شخصيا، قلت لك انه ما يمكن ان احنا دائما ننفي، يعني المركز الاعلامي يصير دوره ينفي، فبالتالي المركز الاعلامي ما يتدخل في الموضوع او ما يصرح اي شيء الا لما ينتهي تعاقد معين وتصبح الامور رسميه. اللي اكد لك اياه ان احنا ما سربنا خبر اللاعب السنغالي، ولكن بعدما وصلت المفاوضات الى طريق مسدود وضحت ليش وصلت لطريق مسدود عبر تويتر. أنا يمكن شفت الحقيقة يمكن الخبر وكان لي رأي حقيقة شخصي فيه وذكرته، حتى لدرجة أني يمكن شكيت أنه اللاعب السنغالي طعم تقدمه الإدارة الهلالية للتوقيع مع لاعب آخر. صفقات السابقة نادي الهلال وآخرها يمكن اللاعب المغربي كانت تأتي بشكل مفاجئ دون علم يمكن للجميع. تجد يمكن الهلال يوقع مع أسماء لم تظهر في أي وسيلة إعلامية. استغربنا فعلا هالمرة كيف أنه تداول اسم اللاعب السنغالي مبكرا ومتابعة يمكن للمفاوضات. عيد خليني اقول لك شيء، يعني للامانه هذه اول مره تحصل ان احنا يتسرب خبر، يعني يتسرب لاعب قبل، ولكن حصلت وتحققنا، يعني ما اكتشفت ان المساله ما احنا قادرين نعرف مصدر التسريب من وين، وطبعا الاستاذ فتال القوس لن يخبرنا بمصدره من هو، فبالتالي
يعني كان صعب علينا نعرف من وين التسريب جاي، ولكن احنا حريصين في المفاوضات اللي نعملها الان انه ما يتسرب اي شيء. يعني عندنا حرص اكثر ربما المره هذه، لانه اللي يحصل لما تتسرب الاخبار عاده يعني تصير المفاوضات اكثر صعوبه. وان كان من الصعب، يعني من الصعب في ظل اعلام نشيط ومتحرك واعلاميين متميزين في اماكن عده اخفاء المعلومه 100%. فبالتالي يعني من هالمنطلق لابد لما تدخل في اي مفاوضات مع لاعبين انه يكون عندك بدائل على نفس المستوى او احسن، ما تختار هدف واحد، تختار عده اهداف وتمشي فيها الى ما توصل للشيء اللي ممكن يرضي طموح جماهيرك. طبعا سمو الامير، تعرف احنا يمكن لازم نستغل اي فرصه تكون موجود فيها معنا، ولا نقدر يعني نعدل مثل ما قالوا الموضوع بهالشكل، ولا نتحدث يمكن عن تويتر، ولا بد ان ننتقل يمكن لجانب الهلال. بس قبل ما اخلص موضوع التويتر ولا تواصلك مع الجماهير، انا ودي بسؤال على هالجانب. يعني الامير عبد الرحمن بن مساعد من يريد ان يكون موجودا في تويتر؟ عبد الرحمن مساعد الشاعر ام عبد الرحمن مساعد رئيس نادي الهلال؟ والله بالعكس انا اعتقد لا تنفصل عن بعض. يعني في نهايه الامر احب اقول شيء اخوي عيد، انا يعني وجودي في الرياضه هو وجود مرحلي، ولكن وجودي كشاعر يعني وفي ناس يعني ربما يعني راضيه عما اقدمه كشاعر، هذا وجود مستمر. فبالتالي اعتقد انه يعني انا ارحب بجميع من يريد ان يتواصل معي عبر تويتر، سواء كان يعني مهتم بالرياضه او ما هو مهتم بالرياضه، حتى من جميع الانديه ومن جميع الاطياف. هذا شيء يسعدني ويشرفني. بالعكس انا اعتقد انها وسيله تواصل حضاريه تتيح فرصه يعني ما كان ممكن تتاح لولا التكنولوجيا المتطوره اللي دخلت. يعني سمو الامير، يمكن اقول قلتها لك ان راح نستغل اي فرصه انت تكون موجود فيها، وايضا جماهير الهلال تحديدا والجماهير عامه ما راح يسمحوا لنا يمكن نعدي مثل هالفرصه، ونتحدث معك فعلا حول صفقات الهلال ولا تعاقدات الهلال المقبله. شاهدنا يمكن هالصفقه واللي اعلنتوا يمكن عن فشلها. هل هناك يعني صفقات قريبه جدا، او هتعلن هالليله، تعلن اليوم، او تعلنها عبر برنامجنا ايضا؟ والله شوف اخوي عيد، عشان اكون انا يعني واضح، فرصه اني اقول لجمهور الهلال من خلالك انه احنا حريصين الان على انهاء موضوع المدرب في وقت كافي، يعني قبل المعسكر. هذا حرصنا الاول. بعد كذا اللاعبين، طبعا انا ابغى اوضح الاتي، انه احنا المعسكر حيكون في اواسط جولاي. الهدف منه ما حيكون معسكر يعني الاستعداد فيه قوي على طول زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان الاستعداد قوي علشان داخلين الاسيويه. الحين انت عارف الموسم يبدا في 9 سبتمبر. الهدف من المعسكر الاوروبي هذا بدايه الاعداد، يعني بدايه تدريجيه للاعداد، بدايه يعني ما تكون بنفس، يعني ما حتكون قويه في الاول، وفي نفس الوقت ان المدرب يتعرف على اللاعبين. طبعا ما حيكون كل اللاعبين موجودين، في لاعيبه المنتخب مع المنتخب، بس في تقريبا حيكون 17 لاعب مع اللاعيبه الاجانب اذا تم اختيارهم. ولكن احنا ما حنستعجل في ان احنا مثلا والله بس علشان نوقع مع لعيبه ان احنا لازم نوقع معهم قبل المعسكر. انا احب اذكر انه تياغو نيفز السنه اللي فاتت او السنه اللي قبل اللي فاتت لما جاء للمعسكر بعد اسبوعين من بدايته. فما هو مهم انه يصل متاخر اللاعب قد ما هو مهم انه يكون الخيار جيد، لانه اول اسبوعين عموما ما هي يعني ما حيكون الاستعداد فيها في ذروته. ربما الاستعداد حيبدا من اول رمضان في الرياض بشكل قوي جدا. فاحنا اللي حريصين عليه، يبغى يتاكد جمهور الهلال ان احنا نسعى الى عمل تعاقدات اجنبيه متميزه جدا تضيف للفريق، وهذا يخلينا ما نستعجل، لان المفاوضات صعبه سواء من ناحيه الاختيار او من ناحيه كمان الوصول الى اسعار تناسب الطرفين. يعني مثل ما يقولوا مرحله عض الاصابع من اللي يقدر يحصل على شروط افضل. فمن هالمنطلق بس اللي ابغى اوصله من خلال برنامجك، يطمن جمهور الهلال ان احنا ان شاء الله يعني لن يهدأ لنا بالنا لما نسوي طموحات ان شاء الله تكون مفيده للفريق الهلالي. والله انت يمكن سبقتني في جواب على سؤال كنت ناوي اطرحه عليك بخصوص يمكن تعاقدكم مع المدرب، وكان يعني تساؤل يعني يدور في البعض، ويمكن انا استمعت اليه، انه يعني كيف حيختارون اللاعبين الاجانب قبل يختارون المدرب، وانه خصوصا انه اداره الهلال يمكن عرف عنها نهجها الاحترافي ويمكن تركها جميع الصلاحيات الفنيه للمدرب. صحيح اخوي عيد، بس في حاجات يعني مثلا انا لا اخفيك ان احنا في مثلا عندنا يعني في الامير عبد الله بن مساعد، الامير فهد بن محمد، الامير نواف بن سعد، سامي الجابر، فيصل ابو سنين، انا نستعين ايضا، السته هذول ايضا يستعينون بناس متخصصين، الكابتن نجيب الامام وغيره. يعني هم يعني لجنه تقريبا فنيه في امور يعني ما هي محتاجه مدرب. مثلا راح رادوي، الهلال واضح انه عنده يعني حاجه للاعب محور متميز في هذه الخانه، فهمت انا وش اقصد؟ فبالتالي انت المفروض تجيب لاعب محور متميز، هذه ما يبغى لها مدرب يعني.
يعني ما يبغى لها يعني اي مدرب يعني خصوصا هذا مو بكلامي انا، كلام السته اللي ذكرت لك اياهم او الخمسه. مثلا حتى لما تتكلم عن مهاجم مثلا مكان احمد علي، برضه ما يبغى لها مدرب انك تجيب مهاجم من مواصفات معينه، وان كان انا اعتقد انه باقي التعاقدات يعني في تعاقدين اثنين، لان احنا ما احنا عارفين برضه الى الان والهمسون باقي او ماشي، لكن احنا طبعا لازم نجيب مكان احمد علي واحد ومكان لي يونغ واحد، واذا والهمسون استمر وفق رؤيه المدرب، هذا امر متروك للمدرب، ذيك الساعه حيصير بس باقي لنا لاعبين، اذا والهمسون ما استمر حيكون في 3 لعيبه، فيعني الامور هذه حتتضح في القريب العاجل ان شاء الله. طيب بما ان طال عمرك يمكن وصلنا للهجوم وصلنا والهامسون، ودي اسالك يمكن سؤال ومعليش يمكن طولنا عليك في النقطه. بالنسبه لمصير ياسر مع نادي الهلال، البعض يتساءل وانا الى اليوم كنت اقرا في الصحف لا زال البعض يتحدث حول اعاره ياسر القحطاني لفريق اخر، ايش صحه المعلومات؟ ما وصلنا اي عرض بس انا ابغى اقول على شيء، انا ملاحظ الفتره الاخيره هجوم يعني انا لا يرضيني هذا الهجوم على لاعب بحجم وتاريخ وقيمه ياسر القحطاني. انا ارى انه لاعب كبير، ويعني من اللاعيبه اللي لهم قيمه كبيره في نادي الهلال، وياما اسعدنا وادخل السعاده على قلوبنا. فبالتالي انا اقول هبوط المستوى احيانا لا ينبغي انه يخلي الواحد ينسف انجازات اي لاعب سواء كان ياسر القحطاني او غيره. من هالمنطلق انا اؤكد انه احنا يعني معتزين بياسر ومتاكدين انه ان شاء الله قادر يقدم نفسه ويثبت نفسه باحسن طريقه ممكنه وباحسن وسيله وبالطريقه اللي ترضي جماهيره وتزيد العتب عن بعض من يعاتب من محبيه. ولكن في نفس الوقت اللي انا ابغى اكد عليه لم ياتينا اي عرض يعني يطلب اعاره ياسر، فالتعليق على هالموضوع لا اراه مبرر لانه لم ياتينا عروض اصلا. جميل جدا، جميل. شكرا سمو الامير يمكن على المداخله هذه، وسعيدين فعلا بوجودك معنا في اولى حلقاتنا من برنامج الطبعه الرابعه. شكرا جزيلا اخوي زيد، شكرا. اخوي محمد يمكن استمعت الحديث